السلام عليكم اعزائي التشاوي الجمال، رجعت لكم بحلقه جديده ومع الكوره مع التشاوي. بس قبل ما نبدا ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب وشاشه واحد الله. ما تنساش تصلي على سيدنا محمد اشرف الخلق اجمعين وتفعل زر الجرس عشان يوصلك جديدنا اول باول. وكمان التحدي بتاعنا 1000 متابع بنهايه السنه ونوصل بالفيديو لكام لاكبر عدد من اللايكات. النهارده عندنا حلقه خفيفه ظريفه، حلقه كده في السريع منه. وكمان في حلقه بكره لبيراميدز والمصري وشويه اخبار جامده قوي، حلقه ناريه بكل المقاييس. بس قبل ما نبدا هقول لك ان في اخر الفيديو هيوصل هنا قناتين، وهنا اليوتيوب بيقول لك في فيديو هنا او هنا هيعجبك اتفرج عليه وقول لي رايك في قناه الجيمنج، خش هتلاقي عظمه هناك. ويلا بينا نبدا الفيديو. الاهلي والزمالك وبيراميدز مباريات جامده جدا، دور تاني جامد قوي. مباريات دور التسعه الاوائل هتبقى دور تاني، يعني جامد قوي فوق ما تتخيل. الاهلي والزمالك وبيراميدز المباريات بتاعتهم جامده قوي، بس المشكله اللي الجدول نزل برخامه. يعني ايه برخامه؟ يعني اول ماتش الاهلي والزمالك، تاني ماتش المصري وبيراميدز هيبقى ماتش برده جامد قوي. الدور الثاني او الجوله الثانيه هيبقى الاهلي وبيراميدز، فمفيش ماتش سهل، الماتشات كلها صعبه. فالاهلي داخل تحس ان هو داخل يعني ايه، اتعب في الاول عشان تستريح بعدين. وانا بقول لك ان هنا الدوري هيتحسم من اول جولتين. لو الاهلي قدر يكسب الماتشين الاولانيين بنسبه كبيره قوي خد الدوري. لو حصل له اي تعثر في اول مباراتين الاهلي خسر الدوري، ودول خدوها مني صريحه بنسبه 100%. الاهلي كل المباريات الجايه لازم يكسبها، بس في الاول خالص اول ماتشين، لان كده هيبقى لو كسب اول ماتشين هيبقى متعادل مع نادي بيراميدز في النقاط، المواجهات المباشره هتبقى لصالح نادي الاهلي. فكده هيبقى الاهلي ركب الدوري، وانتوا عارفين الاهلي ما بيركب الدوري ما بينزلش. فانا بقول لك يعني ماتش صعب قوي. خد عندك الدنيا دي. الجوله الاولى الجوله الاولى الاهلي والزمالك وبيراميدز والمصري. فتخيل دي جوله من اول جوله، يعني تخيل دي اول جوله. تاني جوله الاهلي وبيراميدز والزمالك وحرس الحدود، برضو جوله صعبه. تالت جوله الاهلي وبتروجيت، بيراميدز والحرس والزمالك والمصري. ثلاث مباريات جامدين جدا، هيبقى فيهم نديه، مفيش ماتش هيبقى سهل، كل الماتشات هتبقى صعبه، كل الفرق عايزه تلم نقط، فمفيش ماتش من اي ماتش لاي فريق هيبقى سهل. الماتش اللي بعديها الاهلي والحرس والزمالك والبنك الاهلي وبيراميدز ونادي فاركو، دي الجوله الرابعه. الجوله الخامسه الاهلي والمصري، الزمالك وسيراميكا، بيراميدز والبنك الاهلي. مفيش جوله سهله، كل الجولات صعبه وكل الماتشات رخمه وكل الماتشات مش هتبقى تاخد الثلاث نقاط بسهوله. انت هتبقى عايز معافره كبيره جدا وعايز تخش تنهي الماتش من الاول عشان ما يحصلكش اي دروب كده ولا كده، فالماتشات كلها صعبه. الماتش او الجوله السادسه هيبقى الاهلي وسيراميكا والزمالك وبيراميدز. فمتخيلين بقى كم الغباوه في الماتشات عامل ازاي. السبعه الاهلي والبنك الاهلي، الزمالك راحه في الجوله ديت، بيراميدز وبتروجيت. الجوله الثامنه الزمالك وبتروجيت والاهلي وفاركو وراحه لبيراميدز. الجوله التاسعه الزمالك وفاركو وبيراميدز وسيراميكا والراحه للنادي الاهلي. 9 جولات اغبى من بعض، حرفيا 9 جولات اغبيه جدا، مفيش فيهم جوله سهله، كل الجولات صعبه جدا. فانا بقول لك من دلوقتي ان الدوري هيتحسب من اول جولتين، ده وش واحد بين الاهلي وبيراميدز. وكمان الاهلي داخل بمبدا تتعب الاول عشان تستريح قدام، عشان انت لو ما تعبتش الدوري هيضيع خالص من النادي الاهلي. والاهلي وبيراميدز بقى فيه نديه جامده قوي دلوقتي في المباريات، ما ينفعش اخسر ماتش ولا ينفع اتعادل ماتش، لازم فوز فوز، مفيش اي خساره. فالفرقتين بيحاولوا على قد ما يقدروا مفيش اي فوز، مفيش اي خساره ومفيش اي تعادل. وكمان ماتش الاهلي والزمالك، الاهلي هيبقى نازل حاطط في دماغه الفوز، مفيش اي تعادل مفيش اي خساره، فهيبقى نازل ضاغط من الاول، مفيش تراجع للخلف، مفيش اي دفاع، لازم يبقى نازل ضاغط لان خلاص مفيش حاجه ابكي عليها، لو تعادلت الماتش ده الدوري راح مني. فانا هلعب على المكسب، هلعب انا اضغط نادي الزمالك في نص ملعبهم، بالتالي ما خليش الزمالك يعمل عليا زي الماتش اللي فات.
ده من وجهه نظري للماتش القمه يوم الثلاث القادم الساعه 9:30. هيبقى ماتش صعب قوي. نخش على شويه اخبار كده، بس الاول الاهلي والزمالك هيكون حكم اجنبي ولا حكم مصري؟ هقول لك. مفيش، هيقول لك دلوقتي، مش انا بقى اللي بقول لك، الاتحاد الكره اللي هيقول لك ان حاليا مفيش وقت. فهيقول لك ان هيبقى حكم اجنبي، لان اصلا احنا منزلين القرعه او منزلين الجدول بعد الظهور على طول، يعني حتى مفيش وقت، فالدنيا خربانه. فهيقول لك ان هيبقى في حكم مصري، مش مهم بقى مفيش مشكله ولا مش مشكله والدنيا ديت. وهيقول لك ليه هيبقى حكم مصري، هيختاروا لغايه دلوقتي الكلام اللي وصل لي اللي هو يبقى حكم مصري، وهتبقى مشيت على كده وخلاص، فاهمني؟ ده الكلام بخصوص الحكم. مفيش بقى حكم اجنبي ومفيش حكم مش عارف ايه. وانا بقول لك من دلوقتي هيبقى في مشاكل. انا بقول لك من دلوقتي مباراه القمه لو ما اختاروش حكم اجنبي هيبقى في مشاكل، ومشاكل كبيره جدا. الخبر اللي جاي مفرح لجماهير نادي الزمالك ومفرح لبيسيرو. ايه هو الخبر؟ احمد حمدي. احمد حمدي خلاص من الشهر، اخر الشهر الجاري هيكون جاهز للمشاركه في المباريات. وده سلاح جامد قوي لبيسيرو. هتقول لي ليه سلاح جامد لبيسيرو؟ هقول لك لان بيسيرو قال عليه اشعار وكلام جامد جدا في اولى الدوريات، او في اول ما جه. يعني اول ما جه قال لك انا اللاعب دوت عارفه، وانا اللي مطلعه من الناشئين عند النادي الاهلي، ولاعب جامد جدا، ولاعب ولا مش عارف ايه. فانا بقول لك بيسيرو مقتنع باللاعب جامد قوي، وبيسيرو عارف القدرات اللاعب عاليه قوي. فانا بقول لك اللاعب ده لما يرجع هيبقى اساسي مع النادي الاهلي، مع اساسي مع نادي الزمالك على اي حد. هتقول لي ليه بتقول كده؟ اقول لك ده مش كلام انا، ده كلام بيسيرو. اللاعب ده لما يرجع هيبقى اساسي على اي حد، وخدها مني وما تراجعش ورايا، هيبقى اساسي على اي حد في النادي الاهلي، نادي الزمالك. الاهلي نتكلم فيه سريعا كده، داخل على ايام غبشه، يعني ايام مدعكه، ايام صعبه قوي. هتقول لي ازاي؟ هقول لك اول ماتش الزمالك، بعد كده هياخد راحه، هيلاعب الهلال مرتين رايح جاي، وبعد كده ماتش بيراميدز. طب المباريات دي مترتبه عليها ايه؟ اول مباراتين اللي هي الزمالك وبيراميدز، او اللي هو الاول والاخير، مترتبين عليهم الدوري. لو خسرت اي ماتش فيهم هخسر الدوري. طب الماتشين اللي في النص مترتبين عليها ان انا هوصل قبل نهائي دوري الابطال. فماتشات ما فيهاش هزار، ماتشات صعبه قوي، ماتشات اي غفله كده ولا كده هتندمني. فاتمنى ان لعيبه الاهلي يكونوا مركزين في المباريات، واتمنى كولر ما يهزرش ويكون مركز في المباريات ديت، لان المباريات صعبه، ويكون عامل حسابه جدا، ومفيش بقى عدم تركيز، مفيش عناد، مفيش اصرار ان انا العب ندفت، مفيش اصرار للحاجات ديت. انزل ضاغط عايز الفوز، لا هزيمه، مش عارف ايه، لان المباريات اللي كلها جايه هتبقى صعبه على النادي الاهلي. نخش على كهربا سريعا، خبر كده سريع. كهربا يعني عامل شغل عالي قوي مع الاتحاد الليبي. هتقول لي ازاي؟ هقول لك لعب 4 مباريات، سجل فيهم 3 اهداف، وعمل فيهم 2 اسيست، باجمالي 5 مساهمات. انا مش عايز اقول لك هم بيتعاملوا هناك مع كهربا ازاي. اول حاجه هم بيتعاملوا معاه كانه كريستيانو او ميسي في الاتحاد الليبي. الكلام وده اللي مخلي كهربا مزاجه رايق، ومتخيل الاداء اللي بيعمله كمان بيخلي جماهير الاتحاد الليبي بيغنوا له. يعني انا شفت فيديو وهم بيغنوا له وكهربا بيحتفل معاهم. فلا جامد قوي. وكمان هم بيقولوا عليه كلام مش طبيعي. يعني انا شفت تصريح لواحد من جماهير الاتحاد الليبي بيقول لك ايه: ليفربول عندهم محمد صلاح، السيتي عندهم عمر مرموش، الاتحاد الليبي عندهم كهربا، وشكرا جدا للاهلي على اللي هو ادانا الجوهره ديت. انتوا متخيلين هم بيقولوا ايه؟ يعني ده اولا، انتوا متخيلين هم بيقولوا ايه؟ وكمان عايز اقول لك ان كهربا اما لعب جناح مع الاتحاد الليبي بان مهاراته، وبان اللي هو لاعب جيد جدا. انما مع كولر كان بيلعب جناح، كان بيلعب مهاجم صريح، فده كان مخلي كهربا مش عارف يبين القدرات بتاعته. هتقول له ليه؟ هتقول لي ليه؟ هقول لك لان كهربا ما بيلعبش راس حربه، وما يعرفش واجبات الحته دي. كانت ماشيه معاه اول ما جه الاهلي، بس هو مش لاعب راس حربه. فاما بيجي يلعب راس حربه الدنيا بتبقى بايظه معاه، لانه ما يعرفش الواجبات ولا المسؤوليات بتاعتها. انما ما بيلعب جناح ده مركزه الاصلي، بيبقى عارف هو هيعمل ايه كويس. لذلك مع الاتحاد الليبي كهربا بسم الله ما شاء الله مولع هناك. كهربا عامل اداءات مع الاتحاد الليبي عاليه قوي 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 قوي. على ذكر عمر مرموش، هدف عمر مرموش الاول امام نيوكاسل، اللوب اللي دخل في الحارس، خد احسن جون في الشهر.
وده حاجه حلوه جدا لمرموش، هتديله دفعه وتديله ثقه وتديله معنويات. فده يعني شغل عالي قوي لمرموش، واتمنى لو هو يكمل على نفس الاداء دوت، وباذن الله الدنيا تفتح معاه ويسجل اهداف اكتر. وعاش قوي عمر مرموش. عمر مرموش باذن الله هيبقى اسطوره زي محمد صلاح. انا مش بقارنه بمحمد صلاح، بس انا بقول يبقى باذن الله يبقى اسطوره زي محمد صلاح. محمد صلاح وصل اللي هو من اسطوره الاساطير في الدوري الانجليزي، ولا يقل عن اي اسطوره هناك، بل ممكن يتفوق عن اساطير كثيره موجوده في الدوري الانجليزي حاليا. اخر خبر معانا يا صديقي وهو كولر. كولر ابدى غضبه الشديد بعد علم موعد لقاء القمه، وهو يوم الثلاث الساعه 9:30، وذلك بسبب تخطيطه للسفر في اجازه خارج القاهره مع العيله يعني، ومش عارف ايه. فاضطر اللي هو يلغي الاجازه بسبب مباراه القمه اللي هي اتحددت يوم الثلاث. كولر كان معشم الاطفال ومعشم ولاده ومراته والدنيا ديت، اللي هو يروح يقعد معاهم بقى مش عارف ايه اجازه. بس بعد القمه وبعد مباراه القمه دي ما ينفعش اللي هو يسافر. عشان كده هو ابدى غضبه الشديد جدا 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 من القرعه ومن موعد مباراه القمه. صديقي اتمنى تكون حلقه عجبتك، حلقه جميله، حلقه بسيطه المره دي ما فيهاش اخبار عديده، بس اوعدك حلقه بكره الصبح وبالليل هيبقى فيهم اخبار جامده جدا. ما تنسانيش باللايك والشير وسبسكرايب، وما تنساش التحدي بتاعنا 1000 متابع بنهايه السنه، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك جديد اول باول. نوصل بالفيديو ده لكام؟ لاكبر عدد من اللايكات. والسلام.